متفق من الناحية الجوهرية مع الأخ اللي يتكلم. ربما أنا وياه مشتركين في الفقر، ربما مشتركين أنا وياك في الفقر. رجوع الأرض لأهلها الحقيقيين، وهم الناس اللي كانوا يخدموا كعبيد في هذه الأرض، الناس اللي نماوا هذه الأرض العرق متاعهم آب عن جد. فالأرض هذه كانت لازم باش ترجع لهم، ورجعت لهم. حاضر. هلا مبروك عليك. عجبك من ديار؟ نعم بالله. ما لا قلت تعملوا عليهم مع الزردة كبيرة؟ ان شاء الله ان شاء الله. اعملوا الزردة وضربوا القلال لنا. هلا ما شاء الله. خاصك تربح شوية دراهم باش تعدل التنمية. نربح ان شاء الله نربح. راني فارح. راني فارح الحمد لله. هذا النساء كاش ما فهمات شوية ولا؟ فهمات والعصيان ويعيشوا عصيانات. عصيانات كلهم. يحيى رئيسنا ويحيى الشعب يحيى الأمين. وهذه الثمرة نتاع الكفاح، هذه الثمرة نتاع الكفاح الطويل، نتاع الجهاد القاسي، هذا الجهاد المرير. والشمس اليوم لما طلعت على الناس الكل. لحد الساعة سكان الأرياف يمثلوا الأغلبية بالنسبة للشعب الجزائري. لحد الساعة يمثلوا الأغلبية، وهذه الأغلبية لها الحق، كل الحق، باش تستفاد من الاستقلال نتاع البلاد. هذه الأغلبية من المواطنين لها الحق، كل الحق، باش تستفاد من الاستقلال نتاع البلاد، وباش تستفاد كذلك من المزايا والمكاسب نتاع الاستقلال ونتاع الثورة. نتذكر فقط أشياء بسيطة. سكان المدن، فيه واحد وجد سكنة، ما كانش عنده سكنة، لقى سكنة نتاع قاوري نتاع رومي، مشى وسكن فيها فيلا مليحة، قال على الأقل هذه طارت لنا بالاستقلال. واحد غدا حانوت، واحد يخدم في البيرو أو في المكتب، واحد يخدم في هذيك المعامل الصغيرة اللي كاينة إلى غير ذلك. ناس حست بشيء، الكهرباء، الماء، الطريق، هذه أشياء ربما بسيطة لكنها تبين الفرق بين سكان مثلا قسنطينة أو الجزائر أو وهران، سكان تاع الجبال اللي حتى القرابة نتاعهم حرقهم العدو، واللي صبحوا محطمين لا يملكون شيئا، ما بقى أمامهم إلا أمل واحد وهو الهجرة، الهجرة نحو الداخل والهجرة نحو الخارج. هذه الأرياف اللي هي مثل القاعدة نتاع الثورة المسلحة، هذا ما هو الشيء اللي نخلق فيه أنا، هذا ما هو الشيء من عندي أنا نقول فيه للدفاع عن الأرياف، ولكنه التاريخ الذي سطر بدماء الأحرار المعاقل متاعنا لما كانت الضيق بين الدنيا وإن كنا نمشي أثناء الحرب. إذن هذه البادية كان لابد أن نهتم بها. كيف نهتم بها؟ كيف نحل مشاكلها؟ هل بإصلاحات بسيطة نحل هذا المشكل الكبير، مشكل ملايين الناس؟ هل ببعض الإجراءات الصغيرة ما كان إلا حاجة واحدة لتحل مشاكل الأرياف؟ مشكل الأرياف هو الثورة الزراعية.
اللي معناه بكلمة بسيطة استيلاء العمال، استيلاء الفلاحين اللي ما عندهمش أرض على الأرض اللي هي كانت أرضهم. لأن الأراضي نتاع متيجة ونتاع النابة ونتاع وهرن وغيرها هي في الواقع لم تكن في يوم من الأيام أراضي تابعة لبرجو ولا غيره من الاستعماريين المستغلين. أهلا مرحبا، واش حوالك؟ فهمت فيها اللي كنت نقول فيه والله؟ كل حال فهمنا شوية، غير شوية برك. هو غادي غادي نعم. من بعد إن شاء الله ممكن ننظروا ونقروا في الجريدات كل حال نباركوا فيه. ثاني فاهمين الثورة الزراعية ولا غير؟ هذا المشروع احنا نستمعوا بها ونقرأوا في الجريدات.